كلنا عارفين ايه هي ام الخبائث، صح؟ اللي هي الخمر، بيجي من وراها الزنا، القتل. بس مين فينا يعرف ايه هي ام الخبائث في العلاقات؟ هتقولوا لي العلاقات بيبقى فيها ام الخبائث، طبعا. هي دي اللي لما بتتوجد في اي علاقه بيجي وراها انتقام، كره، انفصال، خيانه. ودي طبعا مش مبررات، بس دي الحاجه الوحيده اللي اول ما بتتوجد في اي علاقه بتبقى عامله زي السبحه، الاول لما بتتقطع الخرز كله بينزل ورا بعضه. الاهمال. الاهمال هو ام الخبائث في اي علاقه. والاهمال هنا انواع، بس دي كان جمله كده كنت سمعتها كانت جميله جدا. كان بتقول ايه؟ ان الست لما بتحصل ان هي بتهمل بتحزن. الحزن بيجي بعد الاهمال، غير الراجل. الراجل لما بيحزن بيبتدي يهمل. والاهمال هنا عندنا انواع كتير وليه اسبابه. طبعا اهم اسباب الاهمال هو ايه؟ كتر العتاب، العند الزياده عن اللزوم، قله التفاهم. الزياده عن اللزوم بتؤدي ان كل طرف من الطرفين بيبتدي يهمل التاني. طب الاهمال ده ليه انواع، ما لازم نبقى عارفينه. في نوع متعمد وفي نوع غير متعمد. النوع الغير متعمد وللاسف ده منتشر كتير جدا. مثلا الراجل مشغول في شغل زياده عن اللزوم، الراجل او الست مش عارفين يعبروا عن مشاعرهم بطريقه صحيحه، فبيضطر ان اللي قدامه ينتقده كتير، فبيضطر ان هو يتجاهل، وبعد التجاهل بيحصل اهمال. طب الاهمال المتعمد، وهو ده اللي انا اصلا عايز اركز عليه. الاهمال المتعمد ان طرف من الطرفين يبتدي ما يركزش في تفاصيل شريكه، يبتدي يحصل تجاهل. في ساعات من كتر المشاكل، ودي خلينا متفقين ان اي علاقه مهما كان بيبقى فيها مشاكل كتير، بس مشكلتنا احنا مش عارفين نتعامل مع المشاكل. المشاكل اللي اتوجدت في العلاقات علشان كل طرف يبتدي يقرب من التاني ويحصل تراضي بين الطرفين. اساس العلاقات يا جماعه اذا لم نتراضى فالفراق اسهل بيننا. فاي علاقه لما بيجي يخش فيها مشاكل وما يعرفوش يحلوها، واكتر من مره اسلوبهم في الخناقه زي ما بيقول مش صحي، بيحصل الاهمال. والاهمال ده دايما بيجي مع وراه خطوه على طول، اللي هو الصمت القاتل ده اللي بيبتدي يقتل اي علاقه. بعد الصمت القاتل بتخش على طول فيما بعد في ايه؟ ان كل طرف اهمل التاني، اللي هو بالبلدي بتاعنا كده كل طرف بدا يشتري دماغه. ومن هنا بيبتدي يخش في طرف ممكن يخون، في طرف يبتدي يكره، الحب يتقلب لكره، في طرف يبتدي من كتر التجاهل، من كتر الاهمال يبتدي ان هو يدور على الانفصال كحل اخير ان هو يريح دماغه بدل ما يحل. طب الاهمال المتعمد ده نعالجه ازاي؟ انا مش هقول لك تهتم بتفاصيل التفاصيل، لكن اهم حاجه هو ايه اكتر حاجه بتقضي على الاهمال؟ هتقولي الاهتمام، ده اكيد، بس اللي هو عكسه. بس في حاجه اهم من الاهتمام، ايه هي؟ الراحه. يعني ايه الراحه؟ اللي انت ازاي تريح شريكك. يا جماعه الراحه هي اهم من الحب واهم من التفاهم واهم من كل حاجه. طول ما شريكك مرتاح معاك وحاسس براحه وامان معاك، فهو اكيد هيبقى مرتاح معاك في العلاقه. يعني ايه؟ مش عايزكم تبصوا للاهمال ان هو حاجه طبيعيه او هتاخد وقت وتعدي. الاهمال ده في اي علاقه يا جماعه بيبقى عامل زي ناقوس الخطر. اول ما تسمع صوت الجرس بيرن في اي علاقه وبدا ان في طرف من الطرفين بدا يهمل، لازم جلسه ولازم قعده ولازم كلام كتير ولازم صبر ولازم حلول. وخلي بالكم ان احنا بشر، اخطائنا كتير، وممكن واحد يكون بيهمل من غير ما يقصد، وممكن واحد يكون بيهمل وهو قاصد. اصلا كلمه اهمال في العلاقه ملهاش غير معنى واحد بس، البني ادم او الانسان او اي شريك من الطرفين لما بيبتدي يهمل معناها بيقول لك ايه؟ ابتعد، ابعد، انا مش عايزك. فعشان ما نوصلش للمرحله ديت لازم على طول نحل، لان زي ما قلنا في اول الفيديو ان انت لو دخلت في مرحله الاهمال فانت دخلت اللي انت بوظت كل العلاقه. الاهمال ده بيجر مشاكل كتير مش هتتحل. الخيانه حلها ايه؟ انفصال. لما بتيجوا ساعه الانفصال كل طرف بيبتدي انه يرمي العيب او الغلط على التاني، خلاص كل واحد بيبتدي يدافع عن نفسه. لكن الاهمال الموضوع سهل. لو الطرفين او طرف من الطرفين قعد، واحد فهم واستمع والتاني يتكلم بصدق وصراحه من غير غلط، ويبتدي يقول انت اهملتني، انا عايزك تهتم بيا بالطريقه الفلانيه. الراجل، وديت بتبقى صعبه شويه على الرجاله ويا ريت الستات تفهم النقطه ديت، الراجل ما بيقدرش وما عندوش من الكبرياء ان هو يطلب الاهتمام. اقعد واتكلم، قول انا بحب ترضيني وتريحيني بالطريقه الفلانيه، انا عايزك تهتم بيا 1 2 3. الست تقعد تقول انا بحب 1 2 3. قرب المسافات ده بيقلل مشاكل كتير جدا بعدين.
وزي ما قلت لكم دايما يا جماعه، الاهمال ده مش حاجه صغيره، الاهمال ده ممكن تبقى حاجه صغيره قد كده من وجهه نظرك بطريقه سطحيه تدمر بيها علاقه سنين. فخليكم دايما فاكرين ان الاهمال هو اول طريق الانفصال. سلام.